بون احنا بعد ما حكينا على الحاجات اللي انت كنت نجم تعملهم ما حبيش تعملهم غراس المواقف نتاعك في الحياة والتزاماتك في الحياة لي زونجاجمون جينيرال. بار كونتر كي انت تجي تشوف برشا عباد قاعد تعمل فيها الحاجة هذيك وماشية معها على الاخر، مي انت خويا عندك حاجات ما تسمحش صاحبي، عندك ليغو نتاعك ما يسمحلكش انك تشلك روحك. وكيما حكينا زادة شنية اسبابها الابطال وشنية الحاجات تخليك تتخلص منها وشنية اللي فيه انك انت كي تبقى بطال معناها، فهمت؟ ما تتحركش ما تنتجش هذا الكل بعد ما تخرج من القرايه معناها وما تلقاش ثنيه، فاهم؟ اللي انت باش توصل تلقاها ثنيه مسكره. هذيك في الحلقه الاولى والثانيه من الاخر تولكس بودكاست نتاعنا اللي نبرلو فيه في برشا مواضيع من الاخر وعلى الاخر، من غير ما نبقوا نقلقوا في رواحنا برشا شباب، اكن نعطيو روح الهدره ونقصدوا ربي على رواحنا. دونك السلام عليكم، مرحبا بكم شباب، معكم تكيري كالعاده حلل وناقش. في الحلقة متاع اليوم اللي باش نخليوها احنا تكون ريليتد برشا بالمواضيع اللي كنا احنا نحكيو فيها. باهي تو نقولوا احنا سيبوزون انت تو دبرت خدمة وجوك نايس، واضح برو؟ انت كي دبرت خدمة معناها مش سيبون معناها جوك باهي صاحبي فضيت امورك منهم غادي، ليه اخويا؟ مازلت فما تشالنجات اخرين كيما انت تشالنج انك باش تنجح في الباك، فهمت؟ تتعدى التشالنج اللي اصعب منه من بعد، واللي انت باش تمشي تقرا في الفاك وباش تولي فويي، وبعديك تخرج بالفويي تمشي تكري، وبعد ما تمشي تكري باش تتمرمد وحدك، وخلي عاد كان مشيت تسكن بحذا اقاربك اوه يا امي ووه. حياتك باش تولي ألم، باش تولي تشالنج بعد تشالنج راك تحاول تفايتي تقوم وتتقعد تعمل فيهم الكل. anyways قولوا انا تو سيبوزون صايي فضيت لي التشالنج نتاعك الكل وتخرجت وصلت وعملت اللي حبيت عليه ودبرت خدمه وجوك نايس وبعدت على البطاله وتجنبت برشا حاجات تاع تشليك كيما لايفوت تيك توك تطلع عريان وكل فاست هذوكم الكل وكل المحتوى الرديء اللي كي زهم العباد الرديئه على الاخر. به باش نعطيك انا قاعده لهنا، اذا كان انت وصلت عملت سورس متاع انكام، الانكام هذاك حاول نحي منه وانفستي في موضوع باش يجيب لك انكام واحد اخر. هي كيكه بالضبط سهله الفورمولا على الاخر شباب، ما صعيب معناها. نقولوا احنا سيبوزون سالاريك مثلا، نقولوا احنا نمشيو بالموين نتاع لي سالاريي في تونس، واضح؟ انت عبدك تحب تكون روحك جوك ناس شد دبرت خدمه، فهمتني؟ سيرفور في صالون دو تي. علاش انا اخترت الخدمه نتاع سيرفور في صالون دو تي؟ خاطر هي اسهل حاجه انك تنجم انت تمشي تخدمها معناها. نحكيو احنا على العاميه، فما شكون اللي يخدم في معمل، فما شكون اللي يخدم في كذا، اما ديما نمشيو لاسهل حاجه باش حتى اللي يسمعنا يا شباب نحاول واحد نعطيوه ايدي ونعطيوه فكره، فهمت؟ ميم حتى يمشي يجربها معناها، فاهم؟ نكون سبب في موضوع من المواضيع حاصل. كل واحد السيرفور مثلا يخلص في 900 في صالون دو تي محترمه، جوك نايس امورك مريقل. به برو انت اذا كان سي بون باش تخلصك 900، تصور انت مثلا تقبض ساليرك لو 5 ولا لو 10، مشيت ديريكت خديت بدري مثلا ب 250، قداش فضلك؟ فضلت لك معناها 650. به حط انت مثلا باش تخلص سكري ناحية انت البار نتاعك برو باش يتيح لك كيما نقولوا احنا في ال 200، باش تفضل لك 450. بين قضية الدار وكذا حط انت كيما نقولوا احنا 200، باش تفضل 250. اذا كان انت برو تحب تعيش اللازم في اللازم من الاخر وعلى الاخر معناها وتحب تعيش جو كبير، ريت انت ياكل 250 هذيك بيه باش تقول لي انت لهنا برو علاش ما نمشي نتفرهد بيك ما حطيتليش في الليسته. برو انا مانيش راه باش نعطيك ليسته تمشي تعيش بها معناها، انت لازم تقوم للروح معناها تنتج للروح تتحرك يا صاحبي، تعرف وين باش تحط فلوسك برو. خيانه تو باش نعلمك في المانجمنت وكل الحكايات معناها بعد تعديت بريد الباك والفاك والفوايي وبقيت بريود فهمتني بطال تلوش في خدمه، عارفك كيفاش تمزرت من غالي معناها باش نعلمك تو نورمالمون برو. احنا الكونتنت بتاعنا ديفلوبي العباد هاي اي كيو معناها كي نبداو نحكيو كلمه ماذا بينا توصل تك تك ديريكتومون، فهمت؟ حاسير انت كل واحد صاحبي تو فضيت امورك. باهي شو اللي لهنا تقول لي 250 يبقى باش نمشي نحب نمشي نتفرهد يعني، انا نقول لك ليه انت لهنا بهيم صاحبي. باهي فما مقوله يقول لك يا خويا اخدم في صغرك باش تتعب في كبرك. اوه يا امي هو دقدقتها ودخلتها في حيط. لحظه، فما مقوله تقول اتعب في صغرك باش ترتاح في كبرك، وضحش لهنا. احنا خويا مانيش باش نعيشوا بالعقليه القديمه متاع خذ طبه متاع عرض وترفض تا وما نعرف شنيا ابني ليه يا صاحبي؟ كل شيء ما الدنيا صعبت وكي متفاهمين صاحبي. اما احنا شنيا نعمل والله ماكسيموم يا شباب 5 سنين 8 سنين. ورا صاحبي ريت فك ال5 8 سنين ديما نحكي تو بالماكسيموم، ريت في امور ماديات نحكي بالمينيموم، وامور وقت نحكي بالماكسيموم، باش نحاولوا نجيبوها لبعضها وما نقلقوش من بعضنا يا شباب، وما نحاولش اننا نسهلها برشا برشا باش برشا عباد ما تربطش الامل متاعها في مواضيع مش ولا بد. حاصل كل واحد اخويا بالماكسيموم فك ال5 8 سنين هذوكم متاعك صاحبي. الصح انت كان تخبي 250
تمشي تنفستها في حاجة وكل مرة تجرب موضوع حاجة يا أخي باش تصادف معاك في موضوع. أوكي، بديت تجرب، ما مشتش، فشلت، عاود مرة أخرى شوف قلم آخر، شيء ما مشيش، عاود شوف قلم آخر، باف باف، بعد لين بوم صاحبي راك باش تجيبها لبعضها وباش تمشي صحيحة، فهمت، وباش تمشي قد قد وباش تفهم روحك. وهذا ومن دون هذا الكل برو، تنساش لي انت ربحت اكسبيريونس متاع برشا مجالات في شكل من الفازات فهمت. معناها اللي شكون كيفك يا صاحبي عباره عن فورماسيون في برشا مواضيع، ابداها من البروجي اكس اللي بديته حتى البروجي زاد اللي انت وصلت له، فهمت. لهنا يا صاحبي تزيد انت تفهم راهي كلها مشكلة وقت، حاجات متاع بروسيس هذوما. احنا مثلا بار اكزومبل كي باش نفبركوا حاجه، باش نصنعوا حاجه، اخي ما نتعدوا احنا على الفورنيسور اكس ويغريك وزاد وسين وجيم، فهمتني، وباش نجيبوها لبعضها، وكلم زيد وجيب عمرو معاه باش يعاونوا على الحاجه هذيك. هذا يتسمى الكل بروسيس شباب. معناها والله انا راني ما نحبش نعطيكم امال في الفارغه، ما نحكي لكم عن تجربه، والله راي عن تجربه شباب، راه كل شيء بشوي بشوي. انا اقسم بالله ريت حتى دارنا كي نبداو قاعدين مع بعضنا قالوا لي مام حطيتي عندك في راسك وكذا، اما ما حطينيش في ريوسنا نهار اللي انت باش تعمل حاجه، فاهم معناها باش تستابيليزي روحك، فاهم كيفاه. وبيناتنا شباب اونتر بارونتيز راني مانيش استابر تو، ماك تعرف انت عقليه حيلاتنا فهمتها في تونس هكا في بالهم انت عندك خدمه وعندك سورس نتاع انكام وتبرمج مثلا باش تدخل في ريليشن شيب ولا موضوع فهمت باش تقدم بيه وكذا، سي بون انت بالنسبه لهم ناجح جوك بيه وعندك رهبتكم. ليه يا برو، انا هذيك عاملها عباره كوفري بها على مواضيعي الاخرى، فهمت. انا ديجا الدار عطيهم فيش اللي انا عايش حياة عادية، لا عندي بزنس اخرين، لا عندي حتى شيء، نخرج ندور مع اصحابي ونحوس طيع لكشة مع زميلي، هما الشباب هذوما اللي نخرج معهم اللي هما اصلا بارتنرز نتاعي معناها، فهمت، وين نخرج كان خارج نتاع خدمه معناها، فهمت. ولو حتى به باش نعطيكم انا اكزامبل به، سيدي خويا قررنا نهارك يا الولاد كيفاش حاولوا تعدوا للنكست ليفل برا، خلينا نخرجوا من الكومفورت زون بتاعنا، نمشيو لبلاصه اخرى، نعيشوا في بلاصه اخرى معناها، نشوفوا نجربوا الامور. حتى كي خرجنا نعيشوا في بلاصه اخرى عملنا جو احنا نخدموا، ديجا الخدمه ولت لنا روتين معناها، فهمتوا. راهو هذا نحكي لكم على الخدمه يا شباب، والله راهي ابار من الخدمه نتاعي 9 to 5 معناها، راني زاد ما زلت نخدم 9 to 5، اما 9 to 5 نتاعي عملها عباره هوايه، عباره مش نعدي في وقايت ومروح فهمت. كان مانيش عطل 100% اللي نحط فيها في سايد هاسلز نتاعي ما نحطهاش اصلا في ال 9 to 5 نتاعي فهمت. اما شنيا الحاجه اللي ساعدتني زاده في ال 9 to 5، انه ولو حتى كي نعملوا فايت ونتيحوا وباش نعاودوا نقوموا عندك الحاجه اللي تكالي، فهمت. هذا هو الموضوع اللي حبيت نفسره لكم انا شباب، وحبيت نبسطها على الاخر على الاخر على الاخر. حاولوا ما تبقاوش مع ناس فهمت رعاية برشا، فما حاجات الولاد بالرسمي رانا ننصحكم بها شباب. هذا ميساج للعباد اللي عندها مواهب في شتى المجالات، ما يهمنيش شنو هو المجال، اما رد بالك واياك تدفن روحك في وظيفة عمومية. واضح شي لهنا به؟ باش نعطيك انا ان اكزامبل به، باش نقولوا شنو هي الكريتير انت بتاع وظيفة عمومية، شرطة ولا ديوانة ولا جيش ولا اللي هو فهمت، باش نقولوا احنا يمشي معاك انت كشخص عادي. به جيب لنا شخص عادي وصل عمل باك منهات معناها قرا في الليبر وصل عمل باك، مشي يخدم في خدم، ما مشيتش معاه، مشيت معاه كان خدمة في كوشة ولا في قهوة ولا في اللي هو فهمت، خدمة عادية على الاخر نجم اي واحد يعملها معناها، فهمت. ضرب مرمى كذا معناها هذيك هي فهمت، وراضي انه يخدم بنهاره فهمت ب15 ب20 الف، وراه خدمة النهار ما فيها عرب يعني الناس الكل شباب. اذا كان انت تشوف في روحك في البوان هذيا اوكي جو هيد معناها، ما عندك حتى موهب ماك مغروم بحتى شيء، جو هيد برا امشي قدم في الكونكورات ان شاء الله ربي يسهل لك. اما بار كونتر شباب اذا كان انت تبدا عندك موهبه، خلينا نقولوا احنا عندك صنعه، نعطيك انا مثال صنعه شنو نقول، واحد تصلح في البيسيات ولا تصلح في كليماتيزورات ولا تخدم البر، المفيد تعمل في ديزانستالاسيون تاع لي كاميرات سيرفايونس لا تعمل في لي زانستالاسيون تاع لي كاميرات سيرفايونس، سيكوريتي نتاع ديار، دبر راسك في فريلانسي كذا، داخل في الديفيز منها من غادي. يقولوا احنا سيبوزون برو انت حبيت تعمل خدمه مسمار في حيط كما يخموا ديارنا الكل، باه انت لهنا عملت خدمه مسمار في حيط، ريت انت برو لو طون اللي هما يطيحوك لي انت تكتك في امورك البرة من الخدمه، ريت عندك سي معناها اللي صابوها عليك معناها نحوهولك من شهريتك كل شهر، راهو ذاك باش يمشي عليك.
راه باش يخرجوك من الخدمه برو، راهم باش يعملوا لك برشا مواضيع زايده. انت لهنا باش تقول لي برو تيام في تونس لهنا الكلها تعمل هكاك، برو الكلها تعمل هكاك ما في الحرام. تصور انت تلقى مثلا عون، مع احتراماتي للعوان، تلقى انت عون مثلا يجيب لك في كونترا مواضيع زايده، وتعرفوني على المواضيع الزايده شنو نحكي، فهمت؟ توسكيه موبقات وكالفاس هذوكم الزايده، هذا حرام صاحبي. وتدبر في ريوسها ومشي معاها العباد وارفس. راني انا الاولاد نحكي لهنا للعباد اللي كيفي كيفها، العباد اللي الحرام ما يمشيش معاها. والله يا شباب راهي مش فخره ولا حاجه، عملت برشا حاجات زايده في حياتي، اما راهي ما مشيتش معايا، عندي لعنه. الحرام فما كاتيجوري فئه متاع عباد، فما حرام يمشي معاها، اما انا ليه يا خويا الله غالب صح. الحمد لله مش حتى الله غالب. انت لهنا خممها بس هي، شوف شنيا مؤهلاتك، اسكو انت تستاهل تمشي تخدم وظيفه عموميه خويا مسمار في حيط، تصلي وارفع صباتك بعد تكمل الخدمه، فهمت؟ الخمسه تروح للدار، تعمل دوش، تخرج الحومه، تعمل قهوه وتروح، ونهار السبت تقابل صاحبتك وتروح. اذا كان انت بالرسمي تنجم تعيش هكاك برو، بعد تاخذ قرض وتجيب امراه، فهمت؟ وتعرس بها وتجيب صغار وتبني دار ملوطه، تعملها جراجات، ومن فوق تعمل دار، ومن فوق تعمل دار لما ما تكملهاش تشري سامبول. اسكو نورمال معناها نجم تعيش هكا؟ اذا كانت نجم اوكي فازي، والله نفرح يا شباب. راني انا وليت ريت شنيا نفرح انا، راني كي نشوف عباد تبدا فرحانه بالعيشه نتاعها، خاطر مقتنعه بالموضوع نتاعها اللي بعثه لها ربي. وان شاء الله ربي يسهل معناها للعباد الكل. وشباب معناها زاد اللي كيفي اللي قاعده تتحرك وتنتج وكذا، الولاد بجاه ربي ما تسلموش. راهو مش معناه مزية عمل على روحك، اما ما تسلمش يا صاحبي. راك اذا كان ربي بعث لك احساس اللي انت باش تستكرز نهار، وباش تمشي معاك صحيحه في برشا مواضيع، وباش تقدم وباش تنتج وباش تطيح الدنيا من بعضها وتخليها، راهي ذاك الاحساس اللي بيعثوا لك ربي مش من العدم. راهو الاحساس هذاك بيعثوا لك ربي خاطر انت بالرسمي باش تمشي معاك صحيحه. دونك حطها في راسك وتحرك وانتج وقوم، ما تبخلش وما تدورش روحك بعباد سافا با. باي ذا واي تو نحكيو على لي زونتوراج كان هكا في الابيسود الجاي، يعطيوني فازه في الابيسود الجاي عشان تحبنا نركحوا امورنا. كمان انا حابك اللي خلاهم يكونوا ريليتد ببعضهم، فهمت؟ لي زيبيسود الكل فهمت، تحركوا قطعه على قطعه، قطعه على قطعه، بلوتو من حلقه لحلقه، حلقه لحلقه، فاهم؟ انيويز شباب، ان شاء الله كيما ديما ان شاء الله تكون عجبتكم الفازه. استنونا في ابيسود اخرى ان شاء الله، في فاز اخرى، وبيانتو ان شاء الله. هاي سيو.